السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. معكم ايمان من قناه شهيوات مع ايمان. صلوا على النبي كيف ما العاده. نبداو الفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم غادي يكونوا هاد الساندويتشات او فطائر اللي غادي نحضرهم بطريقه رائعه سهله سريعه حشوه لذيذه بزاف. فكنتمنى الفيديو الاقتراح اليوم ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. اذا عجبكم الفيديو اليوم اخواتي ما تنسونيش كيف ما العاده باللايكات ديالكم والتعاليق الجميله، تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. دابا ما نزيدش نطول عليكم كثر، ندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وكيف ما العاده فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج مكونات ديال العجينه. عندي 300 غرام من الدقيق الابيض، ما يعادل واحد 3 ديال الكيسان بقياس ديال العنبه ديال الطحين، زيت ملعقه صغيره ديال الملح وملعقه صغيره ديال السكر، ملعقه متوسطه من خميره فوريه، وزيت ربع كاس من الزيت ما يعادل 50 ملل، و100 ملل من الحليب الدافئ كيف ما شاهدتوا معايا بقياس كاس ديال العنبه. وغادي نكمل الجمع ديال العجينه بالماء اللي عندي دافئ، يعني حتى تجمع لي العجينه. بغيتو تستعملوا غير الماء تقدروا تستعملوا غير الماء لجمع العجين باش تعجنوا العجينه ديالكم، او لا تستعملوا غير الحليب، فكيبقى لكم الاختيار. انا عملت كميه ديال الحليب كيف ما ذكرت معكم، واحد 100 ملل ديال الحليب دافئ طبعا لان مستعملين الخميره، حليب دافئ، وكذلك حتى الماء عندي دافئين. الماء اخواتي حتى تجمع لي العجينه ونحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. هانتوما غادي تشاهدوا معايا، وضروري العجينه غادي ندلكها واحد 5 ديال الدقائق صافي حتى كنحصل على هاد العجينه اللي كيف ما ذكرت معكم عجينه اللي كتكون رطبه بحال هاد الشكل هذا. غادي نغطيها وغادي نخليها حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. بما ان دابا الجو بارد العجينه كتاخذ منا واحد شويه ديال الوقت في الاختمار، فانا كندفي الفرن غير شويه وكندخلها غير شويه، كنأكد عليها باش ما تعمل لكم شي العجينه ديالكم واحد القشره. كندخلها للفرن وكنخليها هيدا بسرعه كتختمر معايا العجينه. في هذا الاثناء والعجينه عندي كتختمر غادي نحضر معكم الحشوه. هنايا خديت واحد نصف صدر الدجاج اللي غادي نقسمه على جوج بحال هذا الشكل هذا. طبعا صدر الدجاج غسلناه من قبل مزيان بالماء والليمون والملح باش يجي المذاق ديالو مزيان، وغادي نقسمو كيف ما ذكرت معكم على جوج بحال هيدا باش ما ياخذ لي شي وقت طويل في الطياب. غادي نشرملو. انا الطريقه ديال الطياب غادي نطيبو في الفرن. انا غادي نعطيكم طرق اخرى اللي تقدروا تسوطيوه غير في المقله، او لا تسلقوا صدر الدجاج ديالكم، كيبقى لكم الاختيار تسلقوه في الماء والملح والتوابل اللي تبغيو نتوما. انا غادي نشرمل هاد صدر الدجاج، غادي نضيف له هاد التوابل اللي غادي تشاهدوا معايا، اللي هو الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، رشه خفيفه من الابزار اي الفلفل الاسود، ورشه ديال السكينجبير اي الزنجبيل، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر التحميره، انا استعملت واحد النوع اللي عندي شويه حار، وزدت كذلك نصف ملعقه صغيره من توابل الدجاج، ونصف ملعقه صغيره من بودره الثوم اللي تقدروا تستبدلوها بواحد الفص ديال الثوم تحكوه وتضيفوه للتوابل ديالكم. كذلك زدت واحد الملعقه متوسطه من المايونيز اللي تقدروا تستبدلوها بياغورت طبيعي زبادي اللي كيكون طبيعي ضانون بدون سكر. تستعملوا منه واحد الملعقه كبيره فقط، ما تكثروش بزاف ديال الياغورت اذا كنتوا غادي تستعملوا ياغورت طبيعي. انا استعملت المايونيز صراحه كتعجبني حتى هي كتفتي صدر الدجاج مزيان لان فيها واحد الكميه معقوله ديال الحامض او لا ديال الخل، فحتى هي كتفتي صدر الدجاج وكيجي فتي مزيان. صافي غادي نشرمل صدر الدجاج ديالي ونخليه في هذه التتبيله غير واحد 10 ديال الدقائق 15 دقائق، نتوما الا عندكم الوقت طبعا خليوه شحال ما خليتوه الوقت في ديك التتبيله كيكون احسن. انا ما خليتوش بزاف. من بعد غادي ناخذ السينيه ديال الفران ديالي، انا غادي نوضع فيها هذا الورق ديال الفرن، تقدروا تدهنوها مباشره دهنه ديال الزيت باش ما تلتصق لكم شي صدر الدجاج ديالكم. انا دهنت ديك الورق ديال الفرن ديك الدهنه ديال الزيت باش يجيني صدر الدجاج ديالي فتي وصافي، لانني فتت في الشرموله ما استعملتش الزيت، فكندهن في الاسفل صدر الدجاج واحد دهنه خفيفه ديال الزيت، وحتى الوجه ديالو غادي نضيف واحد خويط ديال الزيت كيف ما كتوضح لكم الصوره صافي. وندخلوا الفرن اللي عندي كيسخن من قبل على درجه حراره 200 220 درجه، النار من الاعلى ومن الاسفل، ما خصناش ياخذ لنا وقت طويل. صدر الدجاج بسرعه كيطيب، وبهذه الطريقه ملي فتحنا على جوج ما كياخذش وقت طويل في الطياب ديالو، بسرعه كيطيب. صافي من بعد ما طاب معايا خرجته بدا كيتحمر شويه، خرجته من الفرن وغادي نقطعه الى قطع صغيره. تقدروا توضعوه في الهاشوار وطحنوه اذا بغيتوا تسهلوا عليكم. انا غادي نقطعه غير بالموس بحال هذا الشكل هذا، نحاول نقطع
قطع صغيره من صدر الدجاج. كيف ما ذكرت معكم تقدروا تاخذوا هذا صدر الدجاج بنفس طريقه تشرملوه وتصوطيوه في المقله فوق النار حتى اذا كيجي مزيان نفس النتيجه، اولا تسلقوه في الماء اذا بغيتوه نتوما تسلقوه في الماء مع واحد الورقه ديال الغار، ورقه الرند والتوابل اللي بغيتو نتوما، الابزار والملاح وفص ديال الثوم اللي بغيتو تضيفوا معاه، فكيبقى لكم الاختيار. انا كنفضلوا الصراحه بحال هذا الشكل هذا. وهنايا اخواتي زدت واحد الحبه متوسطه ديال الجزر خيزو متوسطه عندي حكيتها، وضفت هنايا نصف علبه ديال الذره المعلبه. اخواتي تقدروا تزيدوا اي اضافات، انا هادو اللي توفرت عليهم. بالنسبه للخضروات ما كنتش متوفر على الخيار المخلل، كيعجبني الصراحه الكورنيشو كيعجبني، غير هو ما كنتش متوفر عليه. كذلك الزيتون الاخضر ما كنتش متوفر عليه، حتى هو كيجي رائع. تقدروا تزيدوه تقطعوه رقيق وتزيدوا مع هاد المكونات هادو صافي. وتماك زدت واحد شويه ديال الجبن مبشور، استعملت انا جبن موتزاريلا. اذا توفرتوا على جبن احمر يستحسن لان كيكون المذاق ديالو لذيذ. انا استعملت غير موتزاريلا وغادي نجمع هاد المكونات بجبن كريمي. بالنسبه لهاد الجبن الكريمي تقدروا تستبدلوه بالمايونيز حتى هي كتجي مزيانه، تجمعوا بها الخليط ديالكم حتى يتجمع لكم. انا استعملت واحد ملعقتين كبيرتين من جبن كريمي. صافي الحشوه ديالي جاهزه. غادي نرجع للعجينه بعد ما اختمرت معايا وتضاعف الحجم ديالها. ضروري اخواتي هاد الفطائر او هاد الساندويتشات اذا بغيتوهم يجيوكم خفافين بحال الريشه وينجحوا معكم، سر في الاختمار ديال العجينه. انا سبق لي تقسمتهم معكم وبزاف ديال الاخوات جربوا هاد الساندويتشات ونالوا الاعجاب ديالهم ونالوا الاستحسان ديالهم. غير هو تبعوا غير الشرح اللي كنأكد عليه. العجينه في الاول كنخليوها تختمر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها، وملي كنشكلوهم كنعاودوا نخليوهم يختمروا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، عاد كنطيبوهم. صافي هنا شكلت العجينه ديالي 6 ديال الكويرات. بالنسبه للحجم كيبقى لكم الاختيار نتوما، شكلهم على حسب الحجم اللي تبغيوهم نتوما. صافي كنبدا باول كويره اللي شكلت، يعني مباشره هاد المره كنشكلهم، يعني حتى كنشكلهم عاد كنعاود نخليهم يختمروا. اللي كنشكلهم كويرات كنسرحهم وكنشكلهم على شكل باغيت بحال هيدا، وعاد من بعد غادي نخليهم يختمروا المره الثانيه. يعني العجينه كتختمر 2 ديال المرات، المره الاولى وملي كنشكلهم بحال هيدا على شكل باغيت. طريقه اللي هي سهله، كنسرح الكويره ديال العجين بحال هيدا وكنجمعها، كنقرص في الاخر على العجينه مع بعضيتها وكنحاول نشكل الباغيت او الساندويتشات ديالي بحال هذا الشكل هذا. صافي انا غادي نستمر حتى نسالي الكميه ديال الكويرات اللي عندي كامله. على فكره تقدروا تخليهم على شكل دائري، كيبقى لكم الاختيار حتى على شكل دائري كيجيو مزيانين. هنا قبل ما نخليهم يختمروا اخواتي كنضغط عليهم، ضروري ما كنضغط عليهم شويه، ما كنخليهمش هيداك بومبي، هما ملي غادي يختمروا غادي يرجعوا يطلعوا. صافي من بعد ما كنضغط عليهم كاملين غادي نعاود نغطيهم بواحد المنديل وغادي نرجع ندخلهم ديك الفره اللي عندي شويه عاود دافي غير شويه باش ما ياخذوليش يعاود وقت طويل في الاختمار المره الثانيه. عاد نطيبهم. هانتوما غادي تشاهدوا معايا ملي كيختمروا وكيتضاعف الحجم ديالهم. وهنايا ملي كيكون الجو ساخن اخواتي فكيختمروا اكثر من هذا الحجم اللي كتشاهدوا معايا. فبسرعه ملي كيكون الجو ساخن كيختمروا غير في الحراره ديال المطبخ وكيتضاعف الحجم ديالهم اكثر من هيدا. دابا الجو بارد واخا دخلتهم من الفران يعني خليتهم واحد 15 دقيقه باش يختمروا معايا بحال هيدا. من بعد غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بواحد الكميه ديال الحليب. وهنايا في هذا الاثناء كان عندي الفران كيسخن على درجه حراره 200 درجه، النار من الاعلى ومن الاسفل، يعني كيطيبوا من الفوق ومن تحت. الاخوات اللي عندهم الفران كيشعل غير من تحت عاد كيشعل من الفوق، فطبعا غادي تسبقوا لهم الطياب من الاسفل واحد 10 ديال الدقائق او 8 ديال الدقائق. من بعد كتزيدوا تشعلوا لهم النار من الاعلى باش كيتحمروا كياخذوا هذا اللون هذا. صافي من بعد ما خرجتهم من الفرن خليتهم يدفاو شويه وشاهدوا معايا كيجيو بحال الريشه اخواتي خفافين. تقدروا تحضروا الكميه اللي بغيتوا وتحتفظوا بهم في المجمد، فكيبقاو كيف ما حضرتهم النهار الاولاني. غادي نفتح معكم، غادي نقسمهم على جوج باش نبدا نشكل الساندويتشات ديالي. غادي نشكلهم هذه المره بحال هذا الشكل هذا. على فكره بالنسبه لهذا الخبز هذا اذا ما بغيتوش تحضروه اخواتي تقدروا تحضروه بنفس الطريقه. هاد الساندويتشات بخبز ديال الباغيت اللي كيتباع جاهز.
تاخذوا ديك الصغير او اذا كان كبير بزاف تقطعوه على حسب الحجم اللي بغيتوه نتوما، تحلوه على جوج وتعمروه بنفس الطريقه وتدخلوه للفرن. انا هذه الفكره خديتها بهذه الطريقه ولكن طبقتها بطريقه اللي هي مختلفه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. يعني ساندويتشات انا حضرتهم وحتى الحشوه غيرت فيها. طبعا كل واحد يعمل الحشوه اللي بغى، ماشي ضروري تقيدوا بنفس الحشوه اللي حضرت انا. تقدروا تستبدلوا ديك صدر الدجاج بالكفته او لا تستعملوا الطون اي تونه اللي بغيتو. صافي انا غادي نبدا نعمر الانصاف ديال هاد الساندويتشات من بعد ما قسمتهم كاملين، وغادي نضيف الاضافه الاخيره اللي كتعطيني واحد التعليكه وكذلك كتعطيهم واحد المنظر جميل، هو هاد الجبن الموتزاريلا اللي غادي نضيف لهم على الوجه ديالهم. صافي غادي نغطيهم كاملين بجبن موتزاريلا وغادي نزينهم بشويه ديال معدنوس اي البقدونس المجفف، كيبقى فقط للتزيين. تقدروا تزينوا بالصحتر اي الزعتر اولا تخليهم غير بحال هذا الشكل هذا، كيبقى لكم الاختيار. انا نصف الكميه غادي نزينها بمعدنوس مجفف بقدونس مجفف، ونصف الكميه غادي نزينها بالتحميره اللي عندي شويه حاره، كيجيو مزينين بحال هذا الشكل هذا. صافي وغادي نرجع ندخلهم هاد المره للفرن اخواتي اللي عندي كيسخن مزيان غير من الفوق، لان ما بغيناش الباكيت ديالنا يتحرق لنا من الاسفل ديالو. كنشعلوا هاد المره الفران غير من الفوق وكيكون سخون مزيان باش غير ندخلوا هاد الساندويتشات ديك الجبن يتحمر بسرعه ونخرجوهم. دخلتهم الوسط ديال الفرن، النار من الاعلى بدرجه الحراره 220 درجه. انا شعلت لهم المروحه باش بسرعه تحمروا لي، وخليتهم واحد 3 4 ديال الدقائق بسرعه كيذوب ديك الجبن وبسرعه كيتحمر. صافي وخرجتهم كيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رائعين. شي حاجه اللي هي مختلفه، ساندويتشات اللي هما مختلفين. وكيف ما ذكرت معكم اذا بغيتوا تزيدوا تسهلوا عليكم تستعملوا غير الباغيت او لا خبز ديال الطوست، حتى هو كيجي مزيان بنفس طريقه تحشيوه كيجي رائع. فكنتمنى الاقتراح والفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. اذا عجبتكم الفكره اليوم اخواتي ما تنسونيش كيف ما العاده باللايكات ديالكم والتعاليق الجميله، تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. اللي باقا ما انضمش للقناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، طبعا غادي تنوروني. احبكم في الله والى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف وبسلامه.